You're not a nice person. You're a people pleaser. كل مرة بتسمحي لأن أي حد موجود في حياتك أو لسه داخل جديد في حياتك إنه يغير فيكي، يجي عليكي أو يتعدى على حدودك وتفضلي متقبلة ده لفكرة إن أنت بس أنا مش عايزة أخسره. حسي متشافة، شكرا إن أنت غيرتيني، شكرا إن أنت صلحتيني. ليه أي واحد أو أي راجل دخل حياتك لمجرد إن هو مش عاجبه حاجة فيكي أو في طريقتك أو في طريقة تعاملك، انتي سهلة جدا في ثانية. مش عاجبك لون جلدي، يا ده احنا نشيل ونحط جلد تاني عادي جدا. Hi girlies، بجد وحشتوني. You're not a nice person. You're a people pleaser. في فرق بين ان انت تكوني انسان لطيف، انسان ديسنت، انسان محترم، انسان عسل كده بيحب ياخد ويدي مع الناس، وبين ان انت تكوني people pleaser. هو عايش عشان خاطر يعدي. في فرق كبير بين النقطتين دول. فكرتي فيها تقولي لا 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 لا، ما بعملش كده. انا لما حد بيزعلني بقف له. مين الحد؟ حد في الشارع، حد في درس، حد ما تعرفوش، بس اي حد تعرفيه لا، سهل جدا، سهل جدا ان هو يغيرك، يشكلك من اول وجديد كانك صلصال، كانك كلاي، ياخدك ويعمل منك حاجه جديده عادي، رغم ان انت انسانه عندك هويه وعندك طموح وعندك احلام وعندك شخصيه وعندك افكار وعندك مبادئ. ده كله بتلغيه في سبيل ان اللي قدامي يبقى راضي عني، في سبيل ان هم يبقوا مرتاحين، في سبيل ان انا ابقى البطله المنقذه المضحيه. انا اللي هعمل كل حاجه، وانا اللي هصلح كل حاجه، وانا اللي هخلي كل حاجه احسن، وانا اللي مش هخلي الموضوع ده يفشل ابدا، سواء كانت صحوبيتي ولا علاقتي ولا المشروع ولا ايا كان. احترامك لذاتك وحبك لنفسك، السيلف لاف والسيلف ريسبكت، مع الوقت بيبدا يفيد، يتلاشى، انه it doesn't exist anymore، مش هيبقى موجود مع الوقت. فعشان كده النهارده هنتعلم واحد من اهم الدروس اللي لازم تبقي داخله بيها السنه الجديده او السنه اللي بعدها او اي يوم في حياتك، هو how to set boundaries. ازاي يا حبيبي احط حدود تحميني وتخليني في safe side، في نفس الوقت اكون عندي relationship عاديه مع الناس، يعني ما اكونش ان انا distant، ما اكونش بعيده، مش كاني هحط نفسي في قصر واحط جدارات كتير حواليا، لا. يعني ازاي ابقى في وسط مليون حد، بس في نفس الوقت المليون حد دول ما يتجرؤوش ان هم يأذوني او يغيروا مني او يشكلوني على دماغهم. الغلطة دي انت بتقعي فيها، وانا كنت بحسب ان انتوا بتقعوا فيها، او ان احنا عموما كبني ادمين بنقع فيها بس مع الراجل او مع البارتنر اللي بيبقى في حياتنا. طلع ان انتوا بتقعوا فيها مع صاحباتكم اكتر 100 مليون مرة من مع الراجل اللي بيبقى في حياتك او your partner. يعني انا بيجي لي منكم كميه مسجز اون الاذر ابس مش طبيعيه عن المشاكل، فانتي قد ايه متعلقه بيها وهي هيناكي، هيناكي. المشكله ان انتي اول ما تحبي حد، سواء راجل، صاحبه، زميله، ايا كان، اول معرفتك بيهم تكوني انسانه واعيه. لو انتي وصلتي لمرحله كويسه في السيلف لاف والسيلف ريسبكت، فانت في اول معرفتك بيهم ما بتبقيش مدلوقه، تبقي انسانه واعيه وعندي مبادئ وعندي حدود وعندي رايي، وعندي طباعي، عندي طباعي الحلوه وعندي طباعي الوحشه. الحلو بحاول ازود منه والوحش بحاول اعدل منه. انسانه، انسانه زي اي انسان، زي اي حد فينا، لحد ما تبدأي تتعودي على الشخص اللي قدامك ويعدي وقت على معرفتكم ببعض. والإنسان ده أول ما بيدخل في حياتك هو طبعا ما بيبينلكيش بقى هو توكسيك ولا هو جود بيرسون، هو شخص كويس ولا هو شخص مريض، عادي هو داخل. بس يبدأ حب 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 حب، اهتمام 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 اهتمام. طبعا الأستاذة بتاعتنا بنتنا العسولة، ايه ده؟ حب 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 حب، اهتمام 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 اهتمام، ده الدنيا حلوة قوي، ده في true love، ده في حب حقيقي، ده في أحلام، ده أنا بنيت بيت في دماغي وفي 3 أطفال سامي ورامي ومالك، يعني ده الدنيا حلوة أوي، يعني ده هي the true love يا حبيبة. أنا لقيت حب حياتي خلاص من شهرين 3 6. أنتِ مش شايفة هو بيعاملني إزاي، مش ممكن تتخيلي. تعلقي، هو يضمنِك يبدأ يغيّر معاملته من ناحيتِك، بيردش. أصل أنا تعبان، أصل أنا مشغول، أصل أنا مضغوط، أصل المشاكل، اللي هو أصلًا غالبًا بيكون عرفِك في فترة المشاكل دي وأنتِ كنتِ بالنسبة له طوق النجاة، يعني هو كان دايمًا بيقعد يقول لِك أنتِ طوق النجاة، أنتِ أكتر حاجة بتريحني في الدنيا، أصل أنا ما بانامش كويس، أصل أنا تعبان عندي دور برد، أصل أنا عندي كحة، فتستني يوم، 2، 3. ها مالك؟ مضغوط، مشغول، معلش أنا عارف إن أنا مقصّر، أنتِ ما عملتيش حاجة غلط، بس أنا عارف إن الغلط من عندي، بس أنا مضغوط، أنا تعبان، أنا طالع عين أمي وما بانامش، هو أنا وحشة؟ طب يمكن عيوبي، طب يمكن حاجة في شكلي، طب يمكن مثلًا في حد أحلى منّي، طب يمكن في حد أحسن منّي، طب يمكن في حد مُريح أكتر هو قابله مثلًا فعشان كده خلاص ما بقاش عايزني، عشان أنا
متمسكة بالحلم الوردي اللي أنا بنيته في دماغي، لسه واقفة عند البداية اللي إحنا عرفنا بعض فيها، اللي كانت كلّها حُب، 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 اهتمام، اهتمام، اهتمام. أنا واقفة هناك مستنية نفس المعاملة بتاعة day one، بس المعاملة اتغيّرت، بس يمكن شوية وقت وترجع تتعدل تاني يمكن. أنا ما بقيتش فاهمة يا حبيبي في إيه. إحنا لو رجعنا للبداية اليوم لمّا البنت دي عرفت الشخص والّا الشخصية دي، وكانت شافت إنه دي هتبقى طريقة التعامل معايا، ما كانتش قبلت، لإن هي هناك إنسانة واعية، إنسانة ناضجة، إنسانة مش غامي على عينيها الحب والاهتمام والذكريات والعِشرة، إلا غالبًا ممكن يكونوا فترة طويلة وممكن يكونوا فترة قليلة، أو تقعي في مصيدة أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان أصالحك وأرضى عليك، بس أنتِ بتعمليها بالعكس عشان هو يصالحِك ويرضى عليكِ، رغم إن أنتِ ما عملتيش أصلًا حاجة في الأول إنه تقولي إن أنتِ غلطتِ في حاجة. أتعامل إزاي مع أي إنسان معاملته بتتغير معايا، أو بيتعدى على حدودي، أو مش بيعاملني بالطريقة اللي مريحاني؟ اسألي نفسِك سؤالين، الأول هل الشخص ده عليه القيمة؟ هل لو حكيتِ للناس عنه أو عنها عن صحوبيتكم بالعيوب والوِحِش، يعني بالعيوب والحلو، بالحاجات الوحشة والحاجات الحلوة، أو لو حكيتِ عن الpartner ده بالحاجات الحلوة اللي هو عملها والحاجات الوحشة اللي هو عملها، هل الناس هتقول لِك واو بجد أنتِ معاكِ إنسان diamond، معاكِ جوهرة لازم تحافظي عليها، والّا هيقولوا لِك إيه القرف اللي أنتِ عاملاه ده؟ لو قالوا لِك إيه القرف اللي أنتِ عاملاه ده، اعرفي إن ده مش إنسان عليه القيمة، إن أنتِ اختيارِك كان اختيار غلط. لو الناس قالوا لِك لأ أنتِ لازم تراعي، لازم تحاولي، لازم مش عارفة إيه، هنا اعرفي إنه ممكن يبقى في second chance. السؤال التاني، هل الإنسان ده بيضيف لي أصلًا حاجة حلوة في الحياة؟ هاقول لكم على حاجة، علشان تقدري تختاري صح، لازم تعملي القاعدة دي. أنا بالنسبة لي بقيت حاطاها القاعدة الذهبية the golden law. دايمًا ما تدخّليش حد في حياتِك عشان يملى فراغ أو يسد خانة، خلّي حياتِك كاملة complete full مليانة من غير الناس، وابدئي دخّلي الناس. أصل هاقول لِك هتقولي لي أنتِ بتقولي أي كلام وخلاص، هاقول لِك، لو أنا واحدة عندي نواقص في كل حاجة في الحياة، عندي أزمات مادية، عندي أزمات نفسية، عندي أزمات مع شكلي، عندي أزمات مع عيلتي، عندي أزمات في صحابي، عندي أزمات مع تفكيري، عندي أزمات في كل حاجة، في دراستي، في كل حاجة بايظة في حياتي. يعني مش بايظة إن هو مثلًا عندي شوية مشاكل فيها، لأ هي بايظة، هي ما أنا ما عنديش، لا عندي دراسة ولا عندي تعليم ولا عندي فلوس ولا عندي ناس ولا عندي صحاب ولا عندي community ولا عندي أي حاجة ولا عندي طموح. هل أنا هيبقى ليّا الحق إن أنا أدخّل حد على مزاجي في الحياة وإن أنا أحُط معايير وأختار؟ لأ طبعًا ما لكيش حق. هل أي حد هيخبّط على بابي أنا هاوافق بيه؟ عشان أنتِ أصلًا ما عندكيش اللي إحنا بنبنيه جوانا، اللي على أساسه ممكن نختار، أو ممكن نكون أهلين للاختيار، إن إحنا ينفع نختار في الحياة دي حاجة. لمّا بابقى محتاجاها في مشكلة، باقعد معاها وأفضفض، حتى لو هي مش هتدّيني الحل، بس هتسمع لي باهتمام. لو أنا عندي نجاح وعايزة أشاركه معاها، هالاقي حد هي هتفرح لي من قلبها، فدي حاجة هي بتضيفها لي، إنها بتفرح لنجاحي، وبتحزن لحزني حتى لو مش هتحله لي، بس على الأقل بتهوّن من عليَّ شوية. ومش هنتكلم بقى عن الراجل المفروض يضيف إيه، لإن ده موضوع وtopic كامل أنا ما ليش علاقة بيه. أنتِ عارفة إن أنتِ لو النوع اللي لمّا اللي قدامه مثلًا بيبدأ ينشغل شوية أو كده وبتبدئي تتوتري خلاص بقى وإن دماغِك هتفرتك ومش قادرة، ده تعلُّق قلق. لمّا بتحسي إن أنتِ مجرد ما بتبدئي خلاص تتعودي على اللي قدامِك، بتحسي إن أنتِ عايزة تختفي وتقفلي تليفونِك أو ما ترديش، اعرفي إن ده تعلُّق تجنُّبي. يعني ده اللي هو الbasics أوي عشان تعرفي إن هو التعلُّق اللي عندِك. لو إن أنتِ بتحسي إن أنتِ دايمًا عندِك ثقة في اللي قدامِك واللي قدامِك برضه مدّيكِ، ما هو التعلُّق الآمن ده هو effort أو مجهود بيتحط من الطرفين، إن اللي قدامِك بيطمنِك، مش بيخلّي دماغِك تسرح، تعرفي. وحتى لو هو برّه والّا ما ردِّش والّا بتاع، أنتِ بتقولي مش مشكلة يمكن مشغول، يمكن عنده شغل بتاع، اعرفي إن أنتِ عندِك تعلُّق آمن، والتعلُّق الآمن دي رحلة كاملة عشان توصلي له. مجرد ما وصلتِ للتعلُّق الآمن، ممكن أقول لِك إن 80% من المشاكل في حياتِك مع الناس ممكن تختفي. البشر فيه 7 مليار، أنتِ اخترتِ حد والحد ده طلع مش كويس، طلع ما بيضيفليش قيمة، يبقى خلاص باي، بوسة لماما، بوسة لبابا، بس. طيب إزاي يا حبيبة أنا دايمًا أي حد باصاحبه، أي حد باحبه، بابقى دايمًا حاسة إن أنا ربنا باعتني ليه عشان أنا البطلة، أنا المنقذة، أنا الدكتورة، أنا المعالجة، أنا اللي هاصلّح لهم حياتهم، أنا اللي هاحل لهم مشاكلهم، وأنا اللي هاخد التوتر بتاعهم، وأنا هاخد بعد كده جايزة المرأة الحديدية. أنا اللي هيبقى ليّا الreference أو الحق في إن أنا يتقال عليّا أنا اللي صلّحتهم، أنا اللي صلّحت لهم حياتهم، أنا اللي خلّيتهم يعالجوا مشاكلهم، أنا اللي خلّيتهم بقوا أحسن.
هو بعيدًا عن إن أنتِ بتبقي ماسحة نفسِك بالأستيكة ومركّزة عليهم، بس أنتم كتير مننا عنده العقلية دي، أنا كان عندي العقلية دي، والله العظيم كان عندي العقلية دي، كنت دايمًا الكلام ده كان في إعدادي، أي بنت أصاحبها كنت أحس إن أنا عايزة أعرف إيه مشاكلها دايمًا عشان أحلها لها، مشاكل دراسة، مشاكلها في البيت، مشاكلها مع أصحابها، عايزة أحل لها حياتها، عايزة حياتها تبقى perfect. أنتِ حبيبة قلبي بتبقى نيتِك خير، إن أنتِ إيه، أنا كده إنه هابقى عملت حاجة مفيدة، أنتِ مش مضطرة تعملي ده، وما ينفعش تعملي ده، ولو عايزة تعملي ده تعمليه لنفسِك، أنتِ المفروض تبقي بتعملي ده لنفسِك. يعني أنا باقول لكم، وقُلت لكم قبل كده في فيديو، أتوقع فيديو نزل من فترة طويلة، إنه أنتِ لو تحطّي 90% من المجهود ده على نفسِك، أنتِ كان زمانِك بقيتِ في حتّة تانية خالص، خالص. أنتِ تبدئي بقى بتصلّحي مشاكلِك وأفكارِك وحياتِك وتشتغلي على نفسِك، كان زمانِك بقيتِ في حتّة تانية. وخلّيكِ صريحة مع نفسِك إن أنتِ بتعملي ده deep down عشان أنتِ you want to be seen، عايزة تبقي متشافة، عايزة الشخص اللي قدّامِك ده ييجي يقول لِك شكرًا إن أنتِ غيّرتيني، شكرًا إن أنتِ صلّحتيني، شكرًا إن أنتِ خلّيتِ حياتِك بعد ما كانت في الضلمة بقت في النور. ده أنتِ حاطاه في دماغِك، أنا دايمًا هاقولها لكم لحد ما أبطّل فيديوهات. أول خطوة لحل أي مشكلة إن أنتِ تعرفي إن أنتِ عندِك مشكلة، أنتِ تعرفي إن أنتِ حابة الدور ده ولازم تطلعي منه، دور البطلة، دور المنقذة، دور الهيرو، دور أمه، تبقي عايشة دور أمهم في حياتهم، بجد أنتِ بتبقي عايشة دور أمهم في حياتهم. طب إزاي يا حبيبة؟ أبطّل، أنا خلاص قررت أكون إنسان جديد وعايزة أبطّل أكون دور الpeople pleaser اللي عايشة عشان الناس. أعمل إيه؟ أول حاجة بطّلي تعرفي مشاكلهم. مش بطّلي تعرفي مشاكلهم إن أنتِ ما تسأليش عنهم، لأ اسألي أخبارِك إيه في حياتِك، هي لو عايزة تحكي هتحكي، وهي لو عايزة تحكي وحكت اسمعي، عندِك حاجة مفيدة تقوليها قوليها، مش عندِك خلاص اسكتي، أنتِ مش مضطرة تقدّمي حلول لكل المشاكل بتاعة اللي حواليكِ، مش مضطرة، ومش مضطرة يبقى في حياتِك ناس شكّائين بكّائين. أصل أنا عايزة أقول لِك على حاجة، الصحاب أو الpartner أو أيًا كان نوع الناس اللي في حياتِك أو الإنسان اللي في حياتِك، هو ما ينفعش يفضل دايمًا بييجي يشكي لِك عن المشاكل والهموم والدنيا والحزن والكآبة، أنتِ كده هتكتئبي، حرفيًا هتكتئبي. أي نعم صحابنا وأنا وأنتِ وكلنا بنعدّي علينا فترات بتبقى صعبة، بس اسمها فترة، بيبقى ليها بداية وليها نهاية، بس ما تقوليش حد من أول ما عرفتيه لحد النهارده هو بس حياته كلها مشاكل. ما تدخّليش نَفْسِك في النوع ده من الناس، خلّيهم مع نَفْسهم لإن النوع ده موجود حوالينا في كل حتّة، الشكّائين البكّائين، كلّهم كآبة. وعايزة أقول لِك أنتِ لو جيتِ تشكي لهم حاجة غالبًا هم أصلًا ما بيسألوكيش عن حياتِك، وغالبًا لو شكيتِ لهم هم مش هيدّوكِ الاهتمام أو مش هيدّوكِ الحاجة اللي أنتِ بتدوّري عليها اللي هو حَل. عايزة أقول لِك على حاجة، في ناس مهما حاولتِ تصلّحي حياتهم والله العظيم ما هيصلّحوها، عارفة ليه؟ لإن هم عايشين دور الضحية وغرقانين فيه ومبسوطين بيه، لإنه دور الضحية دايمًا مدّيهم إحساس بإن إحنا الدنيا جاية علينا، إحنا لو فشلنا، لو خسرنا، لو بوّظنا الدنيا، إحنا الدنيا أصلًا جاية علينا من الأساس، فما حدش يلومنا. ففي ناس، أنا عايزة أقول لِك أنا اتعاملت مع النوع ده من الناس، لمّا كنت أنا بقى اللي عايشة دور البطلة المنقذة المضحية، والله العظيم مهمًا حاولت أنقذ اللي قدّامي، هو مش بس كان بقى بيغرّق نفسه أكتر، هو كان بيغرّقني معاه، يا إمّا أكمّل وأغرق ومش هاعرف أطلع، يا إمّا أبعد ولأ مع السلامة، أدوس على مشاعري. تاني حاجة، بطّلي تكوني البنت أو الإنسان اللي دايمًا بيدّي، زي ما بتدّي لازم تاخدي، وخلّيكِ عارفة إن أنتِ لو عايزة تحافظي على طاقتِك ومشاعرِك وتستثمريها كلّها في شغلِك وحياتِك، هو إن أنتِ تدّي على قد ما بتاخدي. شغلِك، دراستِك، عيلتِك، نفسيتِك، أفكارِك، طموحِك، وقتِك، جسمِك، بشرتِك، كل الحاجات دي أهم بكتير. دينِك طبعًا، صلواتِك وأذكارِك ووردِك اليومي، ده أهم بكتير من الناس. ما بيسألش، ما اسألش، ما بيتصلش، ما اتصلش، ما بيعبّرنيش، ما اعبّروش، ما بيحترمنيش، ما احترمهوش وباي. مش هاكون إنسانة قابلة على نفسها الإهانة أو قابلة على نفسها المعاملة السيئة دي من راجل والّا من صاحبة عشان خاطر بس أنا خايفة على مشاعرهم. تولع مشاعرهم، هم كانوا اهتموا بمشاعري عشان أهتم بمشاعرهم أنا. اتعلمي ترفضي أي طريقة أنتِ مش حاباها الإنسان اللي قدامِك بيتعامل بيكِ معاها، أو أي أسلوب يوتّرِك أو يقلقِك. أنا مثلًا باقلق لو اللي قدامي اختفى عني يومين، يوم كامل من الصبح لليل ما فيش. اللي قدامي مطلوب منه يحترم ده عشان يفهم، زي ما هو أنتِ بتعملي كل حاجة عشان هو يحترمِك أو هي تحترمِك، أنتِ كمان لازم اللي قدّامِك يبقى مسؤول عن إن هو يحترم ده، وده أخَص في الpartners عن الصحاب، لإن عادي لو صحابنا اختفوا شوية عادي برضه يعني الحياة مزاحة، عكس بقى لو هو partner شريك الحياة. أصل في فرق بين الصحاب وبين شريك الحياة، شريك الحياة أنتم 2 بتتشاركوا الحياة، حرفيًا بتتشاركوها، ممكن تكونوا بتتشاركوا النَفَس، أمّال الصحاب إنه عادي لو اختفت يوم، عادي لو اختفت لحد بالليل، ممكن أكلم مامتها، أسأل أطمن عليها.
فإنه في فرق برضه، عشان ما ينفعش برضه إن أنتِ لو صاحبتِك انشغلت عنِّك شوية أنتِ تبقي بتطالبيها إنها كل شوية تكلمِك، weird أوي، أو كل شوية بتتصل عليكِ، weird أكتر. لأ، يعني في فرق أكيد لازم تبقوا عارفين. دايمًا لازم تبقوا موضحين الحاجات اللي بتضايقكم، وإيه الحاجات اللي بتوتّركم، وإيه الحاجات اللي بتطمنكم، وخليكم صريحين، خليكم صريحين علشان أنتم بتدوّروا على healthy environment، بتدوّروا على بيئة صحية، بيئة هادية، بيئة فيها سلام، بيئة فيها safe space، فيها مساحة. لو اللي قدّامِك احترم ده he's a keeper، هو عايز يحافظ عليكِ، هي عايزة تحافظ على الصحوبية دي. لو اللي قدّامِك ما احترمش ده leave him، leave him حبيبتي، leave، leave. تقولي لي: يا حبيبتي أنتِ دايمًا بتقولي لي leave، هاقول لِك وأنا هافضل قاعدة ليه؟ أنا اتكلمت مرّة و2 ووضّحت بهدوء وباحترام. أنا ما باحبش لمّا أنت بتghost، ما باحبش لمّا تيجي تقول لي تعالي ناخد break. ناخد break من إيه؟ من مشاكلنا؟ يعني إحنا بنهرب منها. طيب ناخد break بقى وأنا أفضل دماغي بتودّيني وتجيبني؟ أنا بصراحة مش متقبّلة الوضع ده. هو احترم وتفهّم حاجة زي دي، على عيني وعلى راسي. ما احترمش وما تفهّمش وإنه لأ، وأنتِ بتنكّدي ومش عارفة إيه، خلاص أوكي، أنا بانكّد، بانكّد. خلّيكم عارفين الناس الصح اللي هتبقى في حياتكم عمرها ما هتعاملكم بالأسلوب ده. your future husband، الراجل اللي هيكون بجد موجود في حياتِك عمره ما هيعاملِك بالطريقة دي، عمره ما هيghost you، عمره ما هيعاملِك كإنِّك the other woman، كإنِّك أنتِ المرأة الثانية مش المرأة الأولى في حياته. عمره ما هيخلّي دماغِك تتسوح. الراجل اللي هيحبِّك بجد هيبقى حاسس إنه روحه فيكِ، لو يطول ياخد روحه يطلّعها من جسمه يحطها فيكِ هيعمل كده. ده الراجل الصح. فما تتخلّيش عن مبادئِك لمجرد إن أنتِ ما لقيتيش اللي أنتِ عايزاه، عشان خاطر مثلًا عدّى وقت، أو عشان خاطر أنتِ محتاجة ده. لأ اصبري، اشغلي نفسِك أوي لدرجة إن أنتِ تصبري على الموضوع ده، أحسن ما تختاري اختيار تفضلي ندمانة عليه أنتِ وعيالِك الباقي من عمرِك 60، 70 سنة مثلًا. طيب دلوقتي يا حبيبي أنتِ قُلتِ لي إزاي أبطّل أكون people pleaser. دلوقتي أنا عايزة أعرف بقى إزاي أحط حدود. أنا دلوقتي مع صحابي، مع ناسي، مع دايرتي، مع أي community أنا باتعامل معاه، إزاي أحط حدود، how to set الboundaries، إزاي أحطها. اتعلمي تتعاملي مع أي موقف بياخد من طاقتِك بالself respect مش بالpeople respect. والله العظيم الكلام ده مهم جدًا، 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 جدًا. please ركّزوا. لمّا تتحطّي في موقف أنتِ اتعرّضتِ فيه لإهانة أو سخرية أو طريقة مش مرتاحة فيها أو طريقة جات عليكِ بزيادة، اتعلّمي هنا تتعاملي بالself respect، احترامِك لذاتِك ثم احترامِك للناس، مش العكس. مش إن أنا أبقى باحترمهم على حساب احترامي لنفسي. الحدود أنواع types of boundaries. في أنواع كتير جدًا، مليون بنت على اليوتيوب اتكلّمت عنها، بس أنا عايزة أتكلّم عن 3. الحدود العاطفية اللي أنا باحمي فيها مشاعري، والحدود الجسدية اللي أنا باحمي فيها مساحتي الخاصة، والحدود الروحية اللي أنا باحمي فيها القيم والمبادئ والأفكار والآراء اللي أنا متبنياها. أول حاجة الحدود العاطفية الemotional boundaries. ما تخلّيش حد سهل إنه يجرح مشاعرِك، أو إن أنتِ تحطّي في إيد حد الفكرة إن هو أصلًا عنده القابلية ده، إن كلمة توديكِ وكلمة تجيبِك، إن فعل يهدمِك وفعل يرفعِك لسابع سما. لأ، إحنا طبيعتنا بني آدمين عشان تبقوا فاهمين، طبيعتنا بنتأثّر. بس أنتِ تعملي حاجة في من حاجتين في المواضيع اللي زي دي، يا إما إن أنتِ تبقي حاطة جدار يعني جامد أوي حوالين مشاعرِك، ولمّا حد يحاول يتعدّى عليها أنتِ تردّي وتُقفي، أو إن أنتِ أصلًا لمّا تلاقي حد بيعمل كده تنسحبي، اللي هو أنا أصلًا مش هاضيّع طاقتي حتى على إن أنا أقف وأرُد، أنت ما تستاهلش ده. النوع التاني الحدود الجسدية، وهي إنه مثلًا أنا ما باحبش إن حد يلمسني، مثلًا ما باحبش حد يروح مدّيني بالكتف وهو بيتكلم معايا، ما باحبش حد يروح قارصني في إيدي. دي حاجات بديهية بس في ناس والله، والله موجودين وبيعملوها. كده شايفة نفسها البنت الروشة الجامدة موت اللي هتزُقِّك بالكتف أو هتعوّرِك في إيدِك أو أيًا كان، وهي كده كأنها بتفرض هيمنتها وقوتها وسيطرتها للمرأة الحديدية عليكِ، بالبوكس في وشها. دي لمّا تحاول تقرّب منِّك ادّيها بالبوكس في وشها. أوبس! ده وشِّك، ما خدتش بالي. تالت نوع الspiritual boundaries، الحدود بتاعة الروحية أو بتاعة روحنا، قيمي، مبادئي، أفكاري وآرائي اللي أنا متبنياها. يعني أنا ما اسمحش إن حد يتعدى على مثلًا ديني، ما اسمحش إن حد يتعدى على أفكار أبويا وأمي مربينها عليَّ فيّا. زي إن أنا ما باطلعش بعد الساعة، يعني آخري برّه الساعة 23:00.
إيه ده! ده أنتِ دقة قديمة موت، هو أنتِ من جيل السبعينات والّا إيه؟ آه، أنا من جيل السبعينات، أنتِ مالِك بقى؟ والله أبسط رَد ممكن تقولي أنتم لازم تتعلموا تردوا، لازم تعرفوا فَن الكلام، وأنا مش هينفع أدّيكِ كتالوج أقول لِك ردي بكذا وكذا وكذا، لإن المواقف ما بتنتهيش، ما لهاش بداية ولا نهاية، ما لهاش نوع معيّن، مليون نوع من المواقف ممكن يحصل معاكِ. واحدة زي دي تقول لها والله أنتِ باباكِ ومامتِك سامحين لِك تفضلي برّه لوقت متأخر لحد الساعة 23:00، 00:00، أنا بابايا ومامتي بيخافوا عليَّ، مش تقعدي بقى تقولي في نفسِك هو أنا أبويا وأمي ليه close minded، هُم اللي ما بيحبونيش، ما بيثقوش فيّا. حبيبتي هُم ما بيثقوش في اللي حواليكِ، ما بيثقوش في الزمن، ما بيثقوش في نفسِك الأمارة بالسوء، إحنا نفسنا أمارة بالسوء ممكن تودينا في حتت تانية، وأنا وأنتِ عارفين ده، عارفين إن في حاجات كتير بنبقى قايلين عليها مستحيل نعملها، ونشوف حد بيعمل غلط ونقول إيه ده! هو أنت إزاي تعمل حاجة زي كده؟ وتلاقي نفسِك مع السنين أنتِ عملتِ الغلط ده، لإن ما حدش كبير على الغلط، ودايمًا لمّا تلاقي حد بيعمل مصيبة قولي اللهم أجرنا، يعني يا رب اعفينا، يا رب استر عليهم واستر علينا، ما تقعديش تاكلي في الناس. لإنه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه؟ كلامِك عن الناس والغيبة والنميمة وإن أنتِ تقعدي تنتقدي أفعالهم، ده كلّه كإنِّك بتاكلي في إنسان، قاعدة عمّالة تاكلي في اللحم بتاعه، تخيّلي الموقف وبشاعته، حُر ما لم تضُر، كل واحد في الأول وفي الآخر علاقته بينه وبين ربه وعلاقته بينه وبين أهله هو اللي هيتحاسب عليها، فأنتِ ما لكيش حق إن أنتِ تتدخّلي، ممكن عايزة تنصحي بأسلوب لطيف ولو اللي قدّامِك أصلًا متقبّل فكرة النصيحة من الأول تبقي عارفة، يعني تبقي بتجسّي النبض كده. لو اللي قدامِك متقبّل فكرة إن أنتِ تنصحيها وبينكم عَشَم وعِشرة وحُب، نصحي، بس غير كده ما تتدخّليش، ما تتدخّلي فيما لا يعني سمع ما لا يرضي. الموضوع ده بقيت باشوفه منتشر أوي على السوشيال ميديا إن إحنا نطلع نقعد على كرسي وأطلع أنظّر على بنات الناس، أتكلّم عن اللي مش محجّبة وأتكلّم عن المحجّبة وأتكلّم عن المحجّبة اللي لابسة قصيّر وأتكلّم عن المحجّبة اللي لابسة ضيّق وأتكلّم عن اللي مش محجّبة اللي لابسة cut. أنا مالي، أنا مالي، لو دي صاحبتي والروح بالروح هاقول لها خلّي بالِك اللبس القصيّر. خلّي بالِك لبسِك ضيّق سِنّة، لو صاحبتي روح بالروح، بس غير كده أنا مالي، يا بنات أنتم هتقعدوا ممكن في بنات في الكومنتات تقول لي على فكرة أنتِ كده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنتم أتوقع شايفين الأسلوب اللي البنات بقوا بيستخدموه اليومين دول أو البنات اللي أنا باتكلّم عنهم نوع معيّن وقليل جدًا، اللي هُم بيطلعوا يهينوا ويكسّروا في البنات دي، أنتم شايفين الأسلوب اللي هُم بيستخدموه، أسلوب لو أنتِ محجبة لسه جديد يكرّهِك في الحجاب، لو أنتِ أصلًا مش محجبة وبتحاولي تتحجبي يكرّهِك برضه في الحجاب، لو أنتِ أصلًا من دين تاني مش محجبة يكرّهِك في حياتِك، أو لو أنتِ مثلًا مش يعني من أي ديانة تانية وبتلبسي بطريقة معيّنة، يكرّهِك في حياتِك بسبب أسلوب البنات دي. ف وخلّيكِ عارفة إن أنتِ مش كبيرة على الغلط، أنتِ البنت اللي أنتِ شايفاها مش محجبة هي أو البنت اللي أنتِ شايفينها قلعت الحجاب، هي من فترة كانت محجبة وكانت أقرب واحدة لربنا، بس النفس الأمارة بالسوء، فاوعي تكوني مفكّرة إن أنتِ عشان خاطر ربنا طول ما هو يعني مُصلح لقلبِك، اعرفي إن دي أكبر نعمة. فأنتِ ما تتكبّريش على النعمة اللي ربنا مدّيها لِك ومش مدّيها لغيرِك، وتقولي أنا أحسن من الكل، أنا فوق الكل، أنا الtop وأنتم كنتالوب. كلّنا مش معصومين إن إحنا نغلط. أعرف إيه الحاجات اللي أنا عايزة أحط لها حدود إزاي. لازم نرجع هنا للنقطة اللي إحنا اتكلّمنا عنها 600 مليون ألف مرّة أنتم زهقتوا منّي تقريبًا منها، لازم تعرفي نَفْسِك. هاتي كده دفتر أو استخدمي أي journaling book واكتبي إيه الحاجات اللي بتضايقني، إيه الحاجات اللي بتستفزني، الحاجات اللي بتطمّني، الحاجات اللي بتقلقني، الحاجات اللي دايمًا كانت بتتكرر معايا في علاقاتي مع الناس ومع البشر عمومًا أو مع الpartner بتاعي، الحاجات اللي لمّا باوصل لها باحس إن أنا خلاص أنا هنا أو لمّا بتحصل لي باحس إن أنا مرتاحة وفي سلام. لازم تعرفي ده كُلّه عشان تعرفي تحطّي حدود، تعرفي تحددي إيه الحاجات اللي بتضايقِك ومش عايزة اللي حواليكِ يعملوها وإيه الحاجات اللي بتبسطِك فعايزة تركّزي عليها ومتقبّلاها عادي من الناس. دلوقتي أنا بقى داخلة وخلاص عرفت ده كُلّه وبقيت أوضّح حدودي يا حبيبي. توضيح الحدود هو اختيار، أنا بادّيكِ اختيار، آجي أقول لِك والله أنا بصراحة يا فُلان أنا ما باحبّش أنا مش فاهمة أنت ليه ممكن تكون بتعمل likes وcomments بقلوب على صور البنات التانية. دي حاجة مش بتريحني، مش عشان أنا مش واثقة في نفسي، بالعكس أنا واثقة في نفسي وعارفة إن أنا أجمل بنت في الكون، وعارفة إن أنا هي مش أحسن مني في حاجة، أو هي حلوة بس أنا واثقة في نفسي بشكل كافي، وأنا عارفة إن أنا يعني أنا واثقة في نفسي بشكل كافي، ومش مهتزة من الموضوع، الموضوع ده مش هاززني ومدمرني، بس أنا مش مرتاحة للفكرة، إنه ليه تكون أنت بتعمل كده؟ وعلى فكرة دي تعتبر إن أنت بتتعدى على احترامك ليّا، كأنك مش محترم وجودي في حياتك، فدي حاجة مش مريحاني. هو بقى برر لِك وبطّلها خلاص، ما بطّلهاش، برضه هو خَد اختياره. الاختيار الأول إن هو قرر فعلًا إنه ما يعملش الحاجة دي، لإنه يمكن عملها من غير وعي،
أو القرار التاني إن هو قال لِك اخبطي دماغِك في الحيط، أنا هاعمل اللي أنا عاجبني، يبقى هو أصلًا من جوّاه بقى نوايا تانية مش هنوضّحها، لإنه مش ده موضوع، إحنا بنتكلم عن أي موقف عمومًا. توقّعي زي ما البعض هيحترم حدودِك وهيبقى بجد شريكِ ومش عايز يخسرِك، في البعض هيبقى حاسس إن أنتِ أصلًا بلا قيمة، وإنه عادي يخسرِك، ده عادي، ده ما في الأول وفي الآخر يا بنات ده ما بيقللش منِّك، ومش بيوصف أنتِ قيمتِك واصلة لفين، أو إن أنتِ المفروض إن هو لأ يشوفني ويحافظ عليَّ، فاللي بيحبِّك بجد هيحترمِك، واللي يزعل لاحترامِك من نفسِك عمره ما حبِّك. شكرًا. والله ده كان الفيديو بتاعنا للنهارده. You're a diamond، لازم تحافظي على قيمتِك، وما ينفعش ترمرمي، دايمًا أمي تقول لي كده ما ينفعش ترمرمي في الصحوبيات والعلاقات، إنه أي صحوبية أدخلها وأي علاقة أدخلها هتقللي من نفسِك، وهتشمئزي مع نفسِك مع الوقت. بس see you later alligator. Bye.